السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنشتغل ورشة العربية. دي العربية بتاعتنا اللي هنشتغلها. هنحتاج خرز مقاس 10. لو عايزة حجم العربية اكبر من كده يبقى هتستخدمي مقاس 12. اي لونين انت عايزاهم بس الابيض فيهم اساسي. واربع خرزات اللون الاحمر اللي هنعمل بيه الكشافات. لو هتعمليها لون احمر يبقى تختاري لون الكشافات اي لون تاني من الخرز. انا اخترت الازرق والابيض. ده مقاس 10. وهنحتاج كمان خرز مقاس 8 اسود وابيض. وفي عندي كمان دي وحدة اضاءة. تمام، هحتاجها لاني مركبة في العربية وحدة اضاءة زي دي. مع خرز مقاس 10 هنستخدم خيط 60 لو فتحته ضيقة. لو الفتحة بتاعته فتحة الخرزة نفسها لو الفتحة نفسها واسعة اختاري مقاس 70. هنبدأ هنحط 2 أزرق، 2 أبيض. نبدأ نوسطن الخيط بتاعنا. نرجع في الأبيض ونعمل العقدة بتاعتنا. غرزة رباعية عادية. تمام، هنحط في الطرف اليمين 2 أبيض والطرف الشمال هنحط 1 أزرق. بعد كده نحط في الأبيض ونقفل الغرزة بتاعتنا. هنلف الشغل بتاعنا. الطرف الشمال هو اللي هنحط فيه الخرز. انا بلفه على حسب عدلة ايديا زي ما اتفقنا قبل كده. هحط 2 ازرق و1 ابيض. بالنسبة للمبتدئة بلف الخيط معايا عشان اتجاه الخيط يطلع معايا لفوق. عشان انا عايزة الخيط يطلع لي عشان ابدأ سطر جديد. تمام، السطر اللي بعد كده هنحط 2 ازرق و1 ابيض. ونقفل. الخيط اللي من تحت هندخله في الخرزة الابيض. تمام، وهنحط 1 ازرق و1 ابيض. بعد كده هندخل في الخرزة زي ما اتفقنا. هنقلب الشغل ونشتغل في الخيط اللي يعتبر اللي كان شمال. وهنحط 2 ازرق. بشتغل بغرزة رباعية عادية.
تمام. حبيت اعمل لك السطرين دول عشان بالنسبه للمبتدئه تحط الالوان دي. بعد كده هطلع من بعد ما السطر ده 20 سطر رباعي بنفس الطريقه، كله لونه ازرق او لون العربيه اللي انتي شغاله بيه. كده خلصنا 20 سطر زي ما اتفقنا. تمام. لو عديتيهم هيبقوا 22 سطر. هنعمل السطر 23، هنحط 2 واحدة احمر و2 ابيض، يبقى هنحط واحدة ازرق و2 ابيض. هندخل في اللي جنبها، هنحط 2 ابيض، تمام كده. يبقى بعد ما عملنا اول سطرين بعد الابيض هنطلع 20 سطر اللون الازرق او اللون اللي انت شغاله بيه، وبعد كده هنمشي بترتيب الالوان في السطر اللي انا شغاله فيه اللي هو يعتبر ال 23. نقلب الشغل عشان احط الخيط في الاتجاه بتاعه عشان اطلع سطر جديد. هنحط واحدة ازرق وواحدة ابيض، كده. السطر ال24 هنحط ادي واحد ازرق والتانية كمان ازرق، يبقى 2 ازرق وواحدة ابيض. هندخل في اللي جنبها، هنحط واحدة ازرق وواحدة ابيض، اللي بعدها هنحط الخرز الطرف الشمال، بس انا بقلب الشغل على حسب عدلة ايديا. هنحط 2 ازرق، تمام. هطلع كمان سطرين اللون الازرق، كده عملت سطرين ازرق زي ما اتفقنا. لو عديتيها كلها هتلاقيها 26 سطر غرزة رباعية عادية. بعد كده هنعمل ايه؟ هنتني الشغل بتاعنا، ناخد الطرف اللي هو من الناحية دي اللي تحت، هحط خرزة لونها ازرق وهدخل في اللي قصادها من هنا، وهزود خرزة وهقفل الشغل بتاعي الغرزة دي اهي.
شايفاها؟ بعد كده الطرف ناحية اليمين هدخل في الخرزة اللي طرف اليمين، الطرف ناحية الشمال هدخل في خرزة ناحية الشمال، وبعد كده هزود خرزة واعمل العقدة بتاعتي. تمام؟ بعد كده هدخل في اخر خرزة من الناحية دي واخر خرزة من الناحية دي برضو، وهزود خرزة، وهنا هربط بقى كأني بنهي الشغل بتاعي، اربط ربطتين واحط العقدة بتاعتي او الربطة بتاعتي واداريها في الخرزة اللي في الجنب، وامشي الخيط بتاعي كذا خرزاية عشان ابقى متأكدة ان ايه مش هيفك. طبعا زي ما قلت لك لو عايزه تكبري العربيه استخدمي خرز مقاس 12 ومعاه خرز مقاس 10. هقول لك الخرز اللي بعد كده ده الايه المقاس الاصغر يعني. تمام؟ دايره عاديه خالص اهي. بصي بقى معايا هتعملي ايه. شايفه اليمه البيضه اللي الناحيه دي في يمتين عندك اهو، احنا هناخد الناحيه التانيه دي اللي هي الناحيه دي، ماشي؟ هنسبق قبلها بغرزتين كمان. تمام؟ اهو ادي 1 2 1 2، والتالتة اللي هي فيها يعتبر الغرزة اللي هي لونها ابيض. تمام؟ هجيب خيط بصي معايا، عدي من بعد الخرزة البيضة اللي واقفة دي، هتعدي 1 2 3 4 5 6. شايفة الخرزة الستة دي؟ هندخل في الخرزة اللي جنبها الواقفة. تمام؟ الواقفة دي ماشي؟ والنايمة اللي جنبها من فوق، يبقى هندخل في دي ودي، دي الستة اهي اللي احنا عديناها، هندخل في الوقفة من الجنب دي والنايمة اللي يعتبر اللي هي فوق الستة كده اهو. عايز الخيط بتاعي خارج من الخرزة دي والخرزة دي. تمام؟ تاني عشان لو مخدتيش بالك، احنا عملنا ايه؟ تانينا الشغل بتاعنا قبل الغرزة دي اللي هي البيضة، سيبنا 2 بداية من البيضة دي هنعد 1، يبقى يعتبر انت كده سايبة 3 سطور، ماشي؟ هنعد مباشرة من بعد اللي هو الصف التاني من الابيض الناحية دي، ادي 1 2 3 4 5 6. الستة دي مش هندخل فيها، لا هندخل في اللي فوقيها واللي في الجنب. تمام؟ هنجيب الخرزة لونها احمر وهندخل من الناحية التانية عكسها، مش هعمل عقدة عشان ما تعملش شكل مش لطيف واحنا شغالين. اهي ركبت فوق الغرزة الرباعية، لان في كتير ما كانوش فاهمينها، ركبت فين؟ فوق الغرزة الرباعية. تمام؟
احنا خارجين من الخيط من هنا ومن هنا، المرة دي هندخل الخيط من هنا ومن هنا. ادي الخيط بتاعنا ناحية اليمين، هنجيبه في الخرزة اللي نايمة من الجنب من الناحية دي، وناحية الشمال هندخلها في الخرزة اللي نايمة، اللي هي تعتبر بقى الستة اللي احنا ايه عديناها. تمام. بس هنجيب الطرف اللي خارج من هنا هنجيبه عكس الخيط اللي خارج من الخرزة الستة اللي احنا كنا مشاورين عليها، عشان هنشتغل بداية بقى كده جنب السيارة او العربية. تمام. هنقلب الشغل معايا بقى كده. هندخل الطرف اليمين في الخرزتين دول، ادي واحد وادي اتنين. يبقى كده الطرف اليمين دخلناه في الخرزة دي والخرزة دي، اصبح عندك 3 خرزات. وهنزود خرزاية واحدة في اي طرف عادي، سواء يمين شمال، هي كده كده النتيجة واحدة. هبدأ اعمل العقدة بتاعتي، شايفاها بقت غرزة رباعية عادية. بعد كده الطرف الشمال، الشغل عندك طرفين، الطرف الشمال ده هنحطه في الخرزة دي، يبقى الطرف الشمال هنحطه في الخرزة اللي جنبها على طول كده. اليمين مش هنحطه في حاجة، يبقى كده حطينا، هي كانت الخيط بتاعنا خارج من هنا من اليمتين، هناخد الطرف الشمال ونحطه في خرزة في الجنب. تمام. وندخل خرزاية، نزود الخرزاية واعمل العقدة بتاعتي، هتبقى غرزة ثلاثية مش رباعية. تمام. بعد كده الطرف اليمين نحط في خرزة واحدة، الطرف اليمين حطيناه في خرزة واحدة، والطرف الشمال هنحطه في خرزة واحدة برضو، أصبح عندك 3 خرزات. هنبدأ نزود خرزة كمان ونعمل العقدة بتاعتنا. طبعا وانتي بتشتغلي تشدي كويس، عشان انا اظبط دي عشان العقدة خرجت، عشان يبقى شغلي سليم ونضيف. تمام. بعد كده الطرف الشمال هنحط في خرزة واحدة اهو، شايفة حطينا ناحية الشمال في خرزة، مش هنزود حاجة، مش هنحط حاجة في اليمين، بس هنزود خرزاية واحدة.
لان دي كمان هتبقى غرزة ثلاثية مش رباعية، يعني غرزة من 3 خرزات بس. تمام كده. بعد كده الطرف اليمين هنحط في الخرزة اللي جنبها على طول كده. ادي الطرف اليمين حطينا في خرزة واحدة، والطرف الشمال هنحط برضو خرزة واحدة. يبقى كده حطينا الطرف اليمين في خرزة والطرف الشمال في خرزة، أصبح عندي 3 خرزات. هنزود خرزة وهتبقى غرزة رباعية. امشي معايا خطوة خطوة وإن شاء الله تعمليها. بعد كده الطرف اليمين هنحط في خرزاية اللي في الجنب، الطرف اليمين، والطرف الشمال مش هنحط في حاجة، بس هنزود من ناحية الطرف الشمال هنزود خرزتين. يبقى الطرف الشمال، الطرف اليمين حطينا في دي، الطرف الشمال زودنا خرزتين ونعمل العقدة بتاعتنا. او نربط لو انت شغاله بنظام فتله واحده او بتعمليها ميداليه. لو هتعمليها طبعا بميداليه قلنا مقاس 6 ومقاس 4. لو بتعمليها بمقاس 8 يبقى مقاس 8 ومقاس 6. تمام كده. هنا مش هنحط في حاجه، يعني مش هنحط في خرز لا يمين ولا شمال، بس هنزود من ناحية الطرف الشمال 3 خرزات. ادي 1 2 3. تمام. ونربط الربطة بتاعتنا كده. خدي بالك ان انا ما حطيتش في ايه، في خرز. انا عملت يعتبر 3 على الهوا كده، في واحده معايا اساسيه حطيت 3 خرزات من ناحيه الشمال وعملت العقده بتاعتي. بعد كده في الطرف اليمين عندك خرزايه هتبقى قصاد اللي خارج منها الخيط وخرزايه تانية، يعني هنحط في الاتنين اللي جنب بعض. ادي واحدة وادي التانية. تمام. ونحط خرزة ونربط. طب تلاحظي هتحسي كده بدأت شكل العربية. بعد كده هندخل في الطرف اليمين في خرزتين برضو، ادي واحدة وادي التانية. وادي التانية. ونزود خرزة ونربط بالعقدة بتاعتنا كده.
تمام. بعد كده هنحط في الطرف الشمال اللي هو الناحية دي في خرزة. تمام. ما حطيناش في اليمين حاجة، حطينا من ناحية الشمال. هنزود من ناحية الشمال برضو خرزتين، يبقى حطينا من الطرف الشمال، دخلنا في خرزة وحطينا خرزتين، ونربط العقدة بتاعتنا. بعد كده في الطرف اليمين، ادي الطرف اليمين بتاعنا، هنمشي خرزة واحدة. تمام. والطرف الشمال هنزود خرزتين، ادي 1 2. بعد كده الطرف اليمين هنمشي خرزة، من ناحية الشمال هنزود خرزتين. انا ما بدخلش هو من الطرف الشمال في حاجة، انا يا دوبك بس بزود خرز اليمين اللي كنت بدخل فيها. تمام. بصي بقى معايا، عدي من بعد الغرزة اللي احنا عملناها دي، ادي 1 2 3 4. شايفة الرابعة دي من ناحية الشمال، الخيط اللي في طرف الشمال هندخلها فيها من الناحية دي طبعا كده. تمام. وهنحط خرزة كده. تمام. بعد كده هندخل، تلاقي غرزة رباعية عندك سايبة، هندخل في الخيط كده، دي 1 2 3. انا بثبت الغرزة اللي معايا دي على فكرة غرزة من 3 خرزات اللي انا كنت لسه عاملاها. تمام. دخلنا من الطرف اليمين، بعد كده هدخل الخيط اللي خارج من الخرزة اللي انا كنت شغالة فيها عكس الخيط اللي خارج في الخرزة دي اهي، شايفاها؟ خرجنا من الخيط من ناحيتين. تمام. هقول لك تاني عملنا ايه هنا. لما وصلنا لهنا كان في عندي السطر ده كله داخل في بعضه، عدينا 4 خرزات، ومن ناحية الشمال دخلنا في الخرزة دي. تمام. وزودنا خرزة واحدة وقفلناها، عملت غرزة ثلاثية يعني من 3 خرزات. بعد كده الخيط كان خارج من هنا ومن هنا، الخيط بتاعي
خدت الطرف اليمين دخلته في دي ودي ودي، تمام. لما خرجت من هنا دخلت الخيط اللي خارج من الخرزة النايمة دي عكس، عشان يخرج الاتنين عكس بعض من الخرزة دي، تمام. بعد كده هنقلب الشغل كده. شايفة الخرزة اللي جنب الخرزة اللي انا خارج منها الخيط؟ شايفاها؟ هنحط فيها الطرف اليمين ده، تمام. وناخد خرزة لونها احمر، وزي ما اتفقنا نحط الطرف الشمال عكس الخيط مخارج، واعمل كشاف النور من الناحية دي، تمام. هنا مش هدخل في دول، لا، الطرف اليمين هدخله في دي، والطرف الشمال هدخله في الخرزة اللي نايمة دي كده. طبعا تبقي شادة عشان يبقى الشغل معاكي ماسك نفسه. وادي الطرف الناحية دي كده، شدي كويس واربطي ربطتين ادي ربطة، والربطة التانية ربطة عادية خالص، اسفة، ربطة عادية خالص. داري الخيط بقى في الايه، في الخرزة اللي نايمة في الجنب دي، تمام. وتحطي زي ما اتفقنا تمشيها في الخرز كده. واقص الزيادات بتاعتي، واجيب خيط جديد تمام. شايفة بدأ شكل العربية يظبط معاكي، اللي هو الجنب اللي من الناحية دي اللي من تحت. هنبدأ نعمل بقى ايه الشغل من الناحية دي. هنيجي في الخرزة دي النايمة يعتبر من التحت، يعني تحس انها جاية بجنب دي، والخرزة اللي في الجنب من فوق. دي الخرزة اللي في الجنب، تمام. واصلة للخيط بتاعنا، ماشي. في عندك خيط من فوق وخيط من تحت، هنزود من الخيط اللي من فوق، هنزود خرز، بس المرة دي هنحط اللون الابيض، 2 ابيض، ونربط العقدة بتاعتنا، تمام. بعد كده هندخل في الخرزة الزرقاء اللي تحت دي، تمام. وهزود 2 ابيض، دي واحدة ودي التانية، هندخل في اللي جنبها
هنزود 2 ابيض. ادي 1 2. هندخل في دي كمان. تمام، وهنحط 2 ابيض برضو. احنا يعتبر كده بنعمل الشباك بتاع العربية. تمام، هنا بقى هندخل في دي ودي. ادي خرزة واللي واقفة في الجنب من الناحية دي. تمام، ونزود خرزة واحدة. بعد كده هندخل في اللي فوق دي الزرقاء اللي واقفة دي. ماشي، ونزود خرزة واحدة بس، هتبقى غرزة ثلاثية يعني من 3 خرزات اهي. شايفاها اهي، غرزة ثلاثية. بعد كده هندخل الطرف اللي فوق، هندخل في الازرق. تمام، ادي الطرف اللي فوق. الطرف اللي تحت هندخل في الابيض كده، وهنحط خرزة بيضة. الطرف اللي تحت هنمشي في الخرزة اللي لونها ابيض دي. طبعا اللون الابيض بيزغلل. ماشي، والطرف اللي فوق هندخل في الخرزة الزرقاء ونحط ابيض. تمام، طبعا بنظبط بعد كده عشان يبقى الشغل مظبوط. بعد كده هندخل في الخرزة الابيض دي والخرزة الازرق دي. تمام، ونحط ايه خرزة ابيض، نقفل العقدة بتاعتنا. تمام، كده هتقفل معاكي على الخرزتين دول. هتحطي طرف الناحية دي والطرف التاني من الناحية دي عشان نربطهم مع بعض كده. نربط ربطة عادية خالص. ادي ربطة وادي التانية. شدي كويس عشان الشغل بتاعك يبقى مظبوط. هنداري طبعا العقدة بتاعتنا زي ما اتفقنا كده. بتظبطي كده عشان ايه تلاقي الخرز مطرح ما كنا شغالين بيبقى طالع شويه.
انت لو مشيتي معايا بالخطوات ان شاء الله هتعمليها وهتبقى سهلة معاكي. تمام. هبدأ اقص الزيادة بتاعتي. كده خلصنا جنب العربية. نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله الناحية التانية. هتشوفي هنا دي غرزة ايه وتعملي زيها قصادها. تمام. كده خلصت الجنب التاني. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ بص شكل العربية اهي قدامك. تمام. شايفة الخرزة اللي واقفة في الجنب دي؟ ادي اول غرزة رباعية اهي. ادي كده ادي اول غرزة رباعية اهي. الخرزة اللي واقفة في الجنب دي هندخل الخيط فيها. تمام. نوصل الخيط بتاعنا. نزود شوية من اليمين. من الطرف اليمين هنحط 3 خرزات ونعمل غرزة، 3 خرزات ونعمل غرزة رباعية عادية. كده هتبقى واقفة. شايفاها اهي اهي. ادي جنب العربية تبقى واقفة. بعد كده هندخل في الخرزة اللي بعدها. تمام. هنزود خرزتين. دي 1 2. بعد كده ندخل في اللي بعدها. الخرز اللي هو نايم جنب بعضه اللي هو يعتبر اللي على حرف العربية. ادي 1 2. شايفاها؟ ندخل في اللي بعدها. هنحط خرزتين برضو. كده الخرزة اللي واقفة في الجنب اهي. هنحط خرزتين. دي 1 2. طبعا انا استخدمت خرز اللي هو الفوتبول، اللي هو الخرزة المدورة المضلعة، عشان تبقى العربية لو ابنك هيلعب بيها او بنتك تبقى ماسكة نفسها وناشفة شوية. تمام كده ماشية كله غرزة رباعية على حرف العربية، بداية من الخرزة اللي كانت واقفة من الجنب أو في أول غرزة رباعية. ادي 2.
يدخل في الوقفة من الجنب. ونحط خرزتين. هندخل في اللي في الجنب دي. ونزود خرزتين. وندخل تاني الخرزة اللي في الجنب. ادي خرزتين. تمام. والخرزة دي كمان اللي هي زي قصاد اللي هي اول واحدة ابتديناها. تمام. هندخل فيها كده ونحط خرزتين كده. تمام. مش هندخل في حاجة هنا بقى، بس هنعمل ايه؟ هنزود 3 خرزات. 1 2 3. ماشي. وهنربط ربطة عادية خالص زي ما اتفقنا. حاولي تشدي كويس ونحطها في الخرزة. ندير العقدة بتاعت الربط. تمام. نمشيها. قص زيادة بتاعتي اهي، شايفاها معايا؟ ادي السطر اللي احنا عملناه كله للاخر. زي ما عملنا هنا هنعمل الناحية التانية. هنا خلصت الجنب التاني. تمام. هنبدأ نعمل العجل بتاع العربية، وده بنستخدم زي ما اتفقنا خرز مقاس 8. هنجيب 6 خرزات اللون الأبيض. دي 1 2 3 4 5 6. 6 خرزات. تمام. نقفل بالعقدة بتاعتنا. بعد كده نبدأ نبني خماسي على 1. هنحط 1 أبيض 2 أسود 1 أبيض. تمام. خماسي على 1. ندخل في اللي بعدها. هنحط 2 أسود 1 أبيض. خماسي على 1 برضو، بس معايا 2 هنحط عليهم 3 عشان يبقى خماسي.
وهكذا. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. 2 اسود، 1 ابيض. هنا خلصتها، عملنا 6 خرزات وبنينا على كل واحدة خماسي على 1، بس خلينا الاسود اللي في الاطراف بره. هنعمل واحدة زيها. تمام، بصي معايا، كل وردة هندخل الخيط فيها. يعني الخيط اهو انا كنت منتهية عند دي، ماشي. احنا متعودين ان احنا بندخل في اللي هما متفرقين عن بعض، لا، هندخل في نفس الخرزاية اللي في نفس الوحدة اللي احنا عاملينها. ادي 2، ماشي. نجيب الخيط الاول، نزود 1 اسود وندخل في ال2 اللي قصادها نفس الوحدة برضو. تمام اهو، شايفة معايا؟ ادي 2 الناحية وادي اللي انا زودتها دلوقتي، وال2 الناحية دي. وبعد كده هزود خرزة اسود كمان واربط بالعقدة بتاعتي. اهي، شايفاها؟ هدخل في ال2 دول كمان كده، والطرف التاني هدخل فيهم برضو. ادي 1 وادي التانية، وهزود خرزاية واقفل بالعقدة. شايفاها؟ هفضل ماشيه كده، 2 من الناحيه دي و2 من الناحيه دي واقفل. هتقفلي يعتبر هيبقى في مكان للخرزه اللي انت هتحطيها. تمام كده، قفلتهم الاتنين مع بعض. تمام، هنبدأ نثبتها في العجل. بصي، شايفة الخرزية دي؟ هندخل فيها الخيط. تمام، وخرزة من اللي هي في النص اللي احنا لسه مزودينها كده. تمام، واربطي ربطتين عادي. احنا بس بنثبت العجل. ماشي، وداري العقدة بتاعتك. نقربها لك عشان تمام كده. عشان العقدة بتاعتي مش باينة. انا هظبطها بعد كده. ماشي، يبقى دي واي واحدة من ايه، من اللي هي الخرزة اللي في النص. تمام، تبدأي بس انتي
تشديها هي لجوه بحيث ان الخيط يبقى لجوه. ماشي. شايفه الخرزه اوريك انا اللي هي نايمه دي هنحط فيها برضو الخيط من هنا كده. تمام. بصي بقى معايا، هتحاولي انك تثبتي وتدخلي العجله بتاعتك كويس. تمام. وتبداي تاخدي الخرزه القريبه، هتعدي كده 1 2 3 4 5 6 اللي هي دي تحت السد على طول اهي. انتي لما هتعمليها حتى اهم حاجه انها ما تكونش ملخلخه، هتلاقيها ماسكه بمجرد ما هتربطي كده تلاقيها ثابته معاكي. لو خدتي واحده تانية هتلاقيها ملخلخه اهي، دي ثابته اهي. ماشي. وتبداي ايه تظبطي العجل بتاعك بحيث ان هو ما يبقاش لبره. شايفاها؟ هنظبط نفس الحكايه. يبقى هنا هنركب فين؟ هنركب في دي ودي، وكذلك من الناحيتين، بحيث ان يبقى جوه الاطار ده 6 خرزات. ادي 2 4 6. بنفس الطريقه هنعمل الاربع عجل. كده خلصت الاربع عجلات زي ما انت شايفه. تمام. اخر حاجه بقى انا حاطه وحده الصوت قصدي الضوء هنا زي ما انت عايزه تحطيها هنا تحطيها هنا تحطيها هنا اهي. نثبتها هنا او هنا او هنا لو عندك منها. لو مش عندك منها ممكن نستغنى عنها خالص. دي بتثبت بخيطين، في عندك فتحتين، فتحه اهي وفتحه اهي. بتحطي الخيط وبتشبكي في الخرز من اي جهه وبتربطي ربطتين عاديين خالص، وبتداري العقده بتاعتك زي ما احنا متفقين. يا رب اكون قدرت اوصل لكم خطوات العربيه بشكل مبسط، وقدرت اوضح لكم الورشه كانت عامله ازاي. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه، وتشرفوني في البيج بتاعتي اسماء فؤاد لمشغولات الخرز، وجروبي برضو اسماء فؤاد لمشغولات الخرز. واشوفكم على خير. السلام عليكم.